نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة النائب عبد القادر الجرحي مؤتمرا جماهيريا حاشدا أمس بمدينة الفيوم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور جماهيري حاشد تجاوز أكثر من 10,000 مواطن من كافة مراكز وقرى محافظة الفيوم. وشارك في المؤتمر الجماهيري النائب محمد الجرحي الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام والوحدات الحزبية. بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض فيلم نفذته أمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت بالفيوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. فيما أشار النائب عبد القادر الجرحي أمين الحزب بالمحافظة إلى أن مصر كانت وما زالت حصن إفريقيا وقلعة العرب، وأكد على أن حزب مستقبل وطن يؤيد موقف الدولة والقيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أرض مصر والدفاع عن القضية الفلسطينية. وفي كلمته أكد النائب يوسف الشاذلي أمين تنظيم المحافظة على ضرورة أن نوصل رسالة للقيادة السياسية وللعالم أجمع بأن مصر قادرة على أن تتخطى أي صعوبات بقوة شعبها ووقوفه خلف قيادته للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، مؤكدا أيضا على أن مصر ستظل الظاهر والسند للقضية الفلسطينية، وأعلن تأييده الكامل ومساندته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر في تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن الفيوم سوف تشهد مشاركة كبيرة بالانتخابات الرئاسية 2024، ودعا الحضور للحشد أمام اللجان وانتظر الفيوم بالمظهر اللائق في أيام الانتخابات. ومن جانبه طلب الشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم الحضور بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد العهد انطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار. الانتخابات دي أمانة ودور علينا كلنا، لازم نحشد ونظهر للعالم كله أن الشعب المصري لديه من الوعي أن هو بيشارك في أهم استحقاق انتخابي وهو الانتخابات الرئاسية، خاصة أن في ظل الظروف الحالية اللي بتمر بها المنطقة كلها لازم نظهر للعالم كله أن مصر شعب مصر على وعي وعلى ادراك كامل بالاحداث اللي بتمر بها المنطقه. احنا جايين النهارده دعم المؤتمر، وما شاء الله الفيوم كلها حاشده في المؤتمر ما شاء الله، ونتمنى هذا الحشد يبقى ان شاء الله يوم الانتخابات يوم 10/12 لدعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم القياده السياسيه للبلد. اليوم النزول ده من اجل مصر، وكلنا لازم نقف يد واحده من اجل بناء البلد ومن اجل مواجهه كل المخاطر. مصر محتاجة وقفة أبنائها ومحتاجة الوفاء للوطن، وكلنا ما هنلاقيش أحسن من الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنتوا شعب أصيل، دايما بتقفوا في وقت الشدة، دايما على قلب رجل واحد. بدعوهم كلهم الشباب والرجال والنساء والفتيات أن يوم 10 ويوم 11 ويوم 12 الكل ينزل يدلب صوته في الانتخابات للوقوف جنب القيادة السياسية من أجل ازدهار مصر وحماية الوطن. كله ينزل يدلب صوته لكي نعبر الصعاب كلها بإذن الله. بناشد كل مواطن على أرض تراب مصر ينزل ينتخب فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمن وأمان البلد. فيما أكد القمص أنجيلوس ممثل الكنيسة على حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأن هذا الحب والدعم يأتي لثلاث اعتبارات أساسية شخصية للرئيس الذي يتمتع بكاريزما ومصداقية ووطنيته العالية وحبه لتراب الوطن، والاعتبار